يا مساء الجمال، يا مساء العسل على احلى متابعين في الدنيا كلها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل معاكم فيديو ازاي نتبل سمكة السردين مع بعض، سمكة التحمير. اول حاجة هنصلي على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ نسمي الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس وتعملوا كومنت يوصلكم كل جديد. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بغسل سمكة السردين بتاعتنا. شفتوا ميتها يا جماعة؟ ميتها وحشة ازاي. هنحاول بقى ان نفضل نغسل السردين لحد ميته ما تبقى بيضة، ونكرر العملية لحد ما نوصل لنظافة كويسة للسردين. زي ما انتم شايفين انا هغسل السردين كويس لحد زي ما قلت لكم. شفتوا المية كانت نازلة شكلها وهنرجع نكرر تاني نغسل السردين. ودي طريقة تتبيل سمكة السردين المحمر يا جماعة يا حبايب قلبي. شفتوا المية عاملة ازاي؟ وهنوقف الفيديو بقى ونقعد نغسل في السردين لحد ما نوصل للمية النظيفة بتاعته خالص، ونرجع لكم تاني. وادي السردين بعد ما غسلناه كويس خالص يا حبايب قلبي. شوف شكله نظيف ازاي وجميل. ده بقى التوم. هنمسك التوم بقى ده ونقلبه في السردين كويس، ونشرب السردينة من التومة كويس. وهنبدأ بقى نمسك قرن شطة أحمر هنقطعه عليها، وقرن شطة أخضر برضو هنقطعه عليها. ده كيلو سمك سردين يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفينه بالطريقة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. وهنمسك بقى الليمونة هنعصرها عليه، نعصر الليمونة كويس. يا الجمال ايه الحلاوة ديت. ومعانا عود خضرة هنمسكه نقطعه عليها في التتبيلة الجميلة الرائعة ديت. وهنقلب السردينة ونشربها بكل اللي احنا بنعمله ده. بنشرب السردينة وهنسيبها في التتبيلة اللي احنا بنعملها دي اقل حاجة ساعة. وهنمسك طماطماية نقطعها بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. اللهم صل على حبيبنا المصطفى. وهنقلب بقى السردينة كويس ونشربها من التتبيلة بتاعتنا ديت. هنعمل تاني لصينيتنا الجميلة ديت وتتبيلتنا الجميلة. ادي رشة كمون وكزبرة، ادي رشة شطة، ادي رشة ملح، معلقة زيت. ويلا بقى نقلب الخلطة بتاعتنا ديت. وكده يا حبايب قلبي دي تتبيلة السمك الممتازة بتاعتنا. ويا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا. وهنقلب سمكنا كويس عشان يتشرب جامد من التتبيلة. وزي ما قلت لكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق لو بابتسامة. باي باي.